ألف سلام عليك يا سي صلاح، وترجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. بس يا أخي كنت خدت بالك وعلى مهلك شوي. أديك شايف داخلين على كأس عالم ومحتاجينك. يا عم الحمد لله كويس انها جت على كده. وبعدين انا قلت اعمل الواجب مع بتوع ليفربول علشان ابقى ماشي من عندهم وجمايل مغرقاهم كلهم. إيه اللي بتقوله بس ده يا سمو؟ ده أنت اللي عملت الليفربول ده قيمة في إنجلترا وفي أوروبا كلها. المشكلة بقى إن نفس السيناريو ده حصل معاك في كأس العالم 2018 في روسيا، ساعة لما الواد راموس اللي هينشك في إيده لما عمل لك إصابة في كتفه. بتفكرني ليه بس بالذكريات المنيلة دي؟ ده انا مش ناسيها الراموس الكلب ده لحد دلوقتي. المهم، انت تعب نفسك ليه كده وجايب زيارة معاك؟ لازم تكلف نفسك يعني. الا هو ايه اللي في الكيس اللي معاك ده؟ لا يا أستاذ صلاح، انت فاهم غلط. دول شويه سندوتشات كده على مجوسم، جايبهم من بره المستشفى ليا انا عشان اتغدى بيهم. اصل سمعت ان الاكل هنا في المستشفى المنيله دي غالي وبيعملوه يعني زي سياحه كده، فقلت اوفر شويه. يا عم روح اتنيل، وانا اللي بحسبك جايب لي شويه موز ولا شويه فراوله. بس الصراحه عندك حق، ده هنا حراميه. ده جابوا لي شريطين برشام وحقنه ويقولوا لي ب 12000 استرليني. ما هو انت غلطان برضه يا سي صلاح، كنت جيت اتعالجت عندنا في مصر بدل المصاريف الكتيره دي. المهم دلوقتي، انت هتلحق كاس العالم ولا ايه الدنيا؟ الناس كلها قلقانه بسبب الموضوع ده. يا عم انت عبيط، ده انا اروح كاس العالم مع المنتخب لو حتى بالكرسي ده، زي ما انا كده، والعب وانا قاعد على الكرسي برضه. اهم حاجه ما تستعجلش على الاصابه علشان تبقى جاهز 100%. وبعدين الواد هيثم حسن ده بتاع ريال اوفيدو اللي في اسبانيا ده موجود ويسد مكانك لحد ما ترجع. هيثم حسن مين والناس نايمين يا عم انت؟ الهيثم قال اللي ما سمعنا عنه حتى في كتاب كيف تتعلم اساسيات كرة القدم. بقول لك ايه، اللي مالوش خير في مو صلاح زي اللي بيحارب من غير سلاح. خلصانه يا صاحبي.